النهاردة وصفة سهلة قوي محتاجين فيها مكونات تتعدى على الصوابع. لو انتوا عادة ما بتحبوش السبانخ، الوصفة دي هتغير رأيكم عن السبانخ تماما. لو بتحبوا الطبخ وعجبكم الفيديو ده وعايزين تشوفوا اكتر، ياريت تدولوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم وتعلقوا بأي اسئلة واقتراحات عندكم. كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكوش اي فيديوهات بعد كده. خليني اوريكم ازاي بعمل السبانخ المصرية النباتية. اول حاجة عايزين نعملها ان احنا نقطع بصلتين متوسطين لمكعبات صغيرة. طبعا ممكن نستعمل ايدينا، لكن المكنة دي بتسهل الموضوع قوي، فعشان كده حبيت اشارك معاكم بيها. بتقدروا تتحكموا في حجم الحاجة اللي انتوا بتقطعوها، ومش بس بتقطعوا مكعبات، دي بتعمل حاجات تانية كتير. هي مفيدة جدا، عشان كده حبيت اشارككم. بعد كده هبتدي اقطع السبانخ. انا هنا عندي كيلو سبانخ، هقطعه وهسيبه في طبق لحد ما احتاجه. دلوقتي في حلة فيها شوية زيت هحط البصل وهبتدي احمره لحد ما يوصل لونه ذهبي. بعد كده هحط 3 كوبايات صلصة وعليهم 4 كوبايات مياه مغلية، وبعدين هحط معلقة صغيرة فلفل اسود، ومش هستعمل ملح عشان هستعمل مرقة خضروات، وعادة المرقة بيبقى فيها ملح. لو مش عايزين تستعملوا مرقة ممكن طبعا تستعملوا الملح على طول. هسيبها على نار هادية لمدة 15 دقيقة لغاية لما تتسبك شوية، وبعدين هحط السبانخ وهحط معاهم كوباية رز مغسولة وهبتدي اقلبهم. هسيبهم على نار هادية لمدة 15 أو 20 دقيقة، أو لحد لما الرز يستوي وتبتدي تتقل شوية. بس خلي بالكم ان انتوا لازم تقلبوها طول الوقت عشان ما تلزقش في الحلة. بون ابيتي، أو زي ما احنا بنقول في مصر، صحة وعافية.